بعد ذلك ماذا يترتب؟ ماذا أفعل؟ هذا الرجل أخطأ في المسألة، لما رجعنا إلى أقوال العلماء أو غيرهم وجدنا أن كلامه خطأ. نبين له يا شيخ قولك خطأ، لكن نبين ونتعامل معه بالحكمة، الأسلوب الطيب، ما نشنع أنت فيك وأنت كذا وهذا ضال وهذا نيته سيئة وهذا ما يصلح هذا. ولو نظرتم إلى الموجود الآن على الساحة التي نحن فيها الآن لوجدتم أن أكثر الاختلافات والتناحر والتطاحن والتشاحن ترى على مسألة الخلاف فيها سائغ ومعتبر. هذا يختلف مع هذا، ليش تنزل على يدينك؟ غلط. هذا يقول لا انزل على ايش؟ الركبتين. الآخر يقول حرك كذا، لا تفعل كذا. المرأة تغطي وجهها، لا ما تغطي وجهها. مسائل سائغة بين أهل العلم، خلاف كبير، ما هو خلاف عادي، خلاف له وزنه. فالمسائل التي فيها خلاف معتبر يجب أن تراعى. ثم إذا أنت تخالف قولي ترى أن هذا أرجح وأنا أرى هذا هو أرجح، فلماذا نتعادى؟ لماذا نتحارب؟ كما حملت في المسائل الذوقية هديت الأمور ما حصل خصام كبير ومشاكل، كذلك افعل في المسائل ايش؟ العلمية. هد الأمور، تعامل بالحكمة، قل هذا خطأ أو هذا مرجوح في نظرنا أو العلماء قالوا هذا الأرجح، لكن بالأسلوب الحسن.